يسعد أوقاتكم حبايب قلبي. وصفتنا لليوم وصفة كتير سهلة وكتير حتحبوها وكتير طيبة، يلي نحنا دائما احنا وبالشام على طول بنروح على محل المعجنات وبنشتري من عنده. هلا انا رح ساوي لكم حساوي لكم معجنات تستغنوا عن بياع المعجنات اللي انتو بتروحوا لعنده. خلينا نبلش. خلينا نشوف المقادير. عندي 6 كاسات ونص طحين يلي هن 700 جرام طحين. عندي كاسة حليب، كاسة مي، كاسة طحين هي مشان وقت بدنا نساوي العجينة إذا لزقت معنا منحطها. عندي معلقة زيت نباتي، عندي 3 معالق صغار يلي هن الخميرة، براس المعلقة الصغيرة بتجيبوا ملح، وعندي كمان 3 معالق صغار بدنا نحط سكر قد الخميرة. بس هلأ المعلقة الثالثة هلأ أنا بحطها. وخلينا نروح نبلش حبايب قلبي. هلأ أول شغلة بنحطها يلي هي طحين. هلأ أول شغلة بدنا نحط المكونات الجافة. بنبلش بنحط الخميرة، حطينا 3 معالق الخميرة. هلأ بنحط الملح، السكر، وهلأ حطيت 3 معلقة سكر. وهلأ بنبلش نحرك فيهم على الناشف، يعني هدول المكونات الناشفة بنحركهم مع بعضهم شوي، بعدين بنضيف لهم المكونات السائلة. وهلأ بعد ما حركناهم بنبلش بننزل عليهم كاسة الحليب كلها، ومنشوف بعدين إذا احتاجت مي بنرجع منزيد. لهلا منخلط لحتى بنخلط أول شي بالمعلقة حتى تتماسك معنا، بعدين بنخلط بإيدنا. هلأ شفت إنه لسه احتاجت مي بنضيف ربع كاسة. هلأ بعد ما عجنا بالمعلقة بنبلش بنعجن بإيدنا حتى تتجمع عنا كلها وتصير متماسكة وبقوام واحد. نسيت خبركم انه قبل ما نكمل عجن رح نحط يعني المعلقة صغيرة زيت. انا عندي معلقة كبيرة يعني حنقسمه لنصين وححط معلقة صغيرة زيت. هلا بعد ما تماسكت عنا العجينة بنجيب جاط ومندهنه بالزيت، ندهن سفله وطرافه بالزيت. هلا بعد ما دهنته حطينا شوية زيت. انا حطيت شوية زيت بلدي، انتو بتحبوا تحطوا زيت نباتي مثل ما بتحبوا. هلأ بننزل فوقهم البصل، وهلأ بننزل فوقهم بصلة وسط. هلأ بنستنى البصلة لحتى تدبل شوي. هلأ بعد ما دبلت البصلة بننزل البندورة اللي عنا، بننزل فوقها معلقة صغيرة دبس فلفل، نص معلقة ملح، ربع معلقة فلفلة يابسة، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كزبرة يابسة، ومنحركهم شوي. شايفين ما أحلاهم؟ هلأ طبعا بدهم يتسبكوا معنا لسه. هلأ بننزل فوقهم نص معلقة فلفل. وهلأ بنخليهم شوي على النار مدة 5 دقايق حتى بس يتسبكوا مع بعض ويصيروا هيك روح وحدة. بعدين بنشيلهم وبس بدنا نضيف هلأ إضافتين يعني هدول اختياري. هلأ بنضيف نص معلقة صغيرة حبة البركة، نص معلقة صغيرة سمسم، وبنقلبهم مع بعض. بعدين بنتركهم شوي على النار حتى يستووا. هلأ عندي الجبنة، بنجيب بيضة وبنكسرها فوقها، نجيب نص معلقة حبة البركة ونحطها فوقهم، نص معلقة سمسم ونحطها فوقهم، بنجيب شوية كزبرة وبنحط فوقهم، نحط براس المعلقة رشة فلفل أبيض بسيطة كرمال زنخة البيض، وبنخلطهم سوا.
هلا عنا العجينة بعد ما صار لها ساعة، شايفين كيف ضاعف حجمها. حنفكها فرجيكم اكتر. شايفين كيف ضاعف حجمها ما شاء الله وبتاخد العقل. هلا منفضيها من الهواء طرية. هلا عنا بنقسمها نصين. هلا بنبلش بنقطع الجبنة، بدنا اياها اصغر من المحمرة، يعني الجبنة هيك بتكفي هيك قطعة. كبتلتن هيك، يعني عملتن دائرة بهالطريقة. رشيت قبل ما احطن على الصينية طحين شوي مشان ما يلزقوا. هلا بنغطيهم باي شي بدكن، بهيك شغلات بدكن باي شي بدكن، ببشكير بدكن، باي شي بس المهم يتغطوا. شايفين؟ نتركهم بس شغلة 5 دقايق وبنرجع بنشتغل فيهم 5 10 دقايق بس هيك. بتكبر الحبة بتتخمر بترجع، لانه وقت بتقطعيها وبتحطيها هيك وبتغطيها بترجع كمان بتتخمر بتنفش. فوقت بتنفش بتعطينا حجم مضاعف. نتركها 10 دقايق وبنرجع بنشتغل فيها. هلا عنا الكاسة نفسها اللي قلتلكن عليها بأول الوصفة. هلا منرش هيك على المكان اللي بدنا نفرط فيه. بنجيب عنا وحدة من العجينات، بنعملها هيك بإيدينا. أول الشي بنعملها، لأنه هدول الجبنة بنعملها على المطاوة. شايفين ما أسهلها؟ هيك على المطاوة أول الشي. بننفضها منيح من الطحين. بعد شوي طحين ما بدنا يبقى فيها كتير طحين. بنجيب الشوبك وبنعملها حركة هيك بسيطة بحيث انه بس تفرد شوي. شايفين؟ بهالطريقة شوي هيك على جنب، بس انه تفرد عنا تصير مثل اللي بيبيعوها بياعين المعجنات المطاعم هيك. بس شوي هيك من على الطرفة. نحنا ما بدنا اياها تصير دائرية. شايفين؟ هيك بهذا الشكل. هلا نساوي الكل هيك وبرجع لكم. هلا بدنا نبلش نحشي. بنجيب الجبنة، عنا هي حشوة الجبنة اللي طلعت معنا. نجيبها، نجيب الجبنة ومنحط بالنص. طبعا ما بنقرب على الاطراف، بس بالنص. قد ما بتحبوا حطوا، انتو قديش بتحبوا بالعجينة تحطوا حطوا، يعني بالشي اللي بيريحكم. بعدين بنجيبها من هون وبنعملها هيك، وبنجيبها من هون وبنعملها هيك. هيك بالاخير بنختمها بالاخير وبنعملها بهاي الطريقة. شايفين كيف ما احلاها؟ هلا رح تساوي واحدة تانية قدامكم. هي حنحط الجبنة بالنص. شايفين كيف؟ حطي انتي قد ما بتحبيها يكون فيها كتير جبنة، بتحبي انه لا ما يكون فيها كتير. انتي اللي بتحبيه، يعني اللي بترغبيه. بعدين بنجيب الاطراف وبنعمل بهالطريقة هيك بهالطريقة. بعدين بنجيب الاطراف عنا من هون وبهالطريقة بنساوي طرف. شايفين كيف طلع مثل معجن تبع المحلات، بس بنقص شوي من الطرف من هون هيك ما احلاه. شايفين كيف ما احلى. هلا بنحطها بالصينيه يلي بقلبها ورق زبده. هلا شايفين جبنا صينيه الفرن حطينا فيها ورق زبده وصفيناهم. شايفين ما احلاهم. هلا بقى بنتركهم بنساوي الكل وبرجع بفرجيكم النتيجه. وهلا بدنا نبلش بالمحمره. بنجيب عندي القطعه بهذا الشكل وبنصير بنعملها هيك على شكل دائري. هداك بالجبنه عملناها على شكل يعني مطاول. هلا بدنا نعملها على شكل دائري. نفتلها هيك وبنعملها على شكل دائري مشان وقت بدنا نمرق فوق الشوبك شو يصير انه يعني
ما تتطاول. هلا بنجيب الشوبك ونبلش بنمرق فوقها هيك بهي الطريقة، هيك يمين يسار يمين يسار يمين يسار، شايفين؟ يمين يسار هيك بهي الطريقة. لازم تكون بالنص، مو مثل الأطراف، يعني بالنص أقرأ بشوي من الأطراف، لأنه الأطراف ما حيكون فيهم تتبيلة. شايفين هيك؟ هلا صار عنا القرص تمام. بنجيب المحمرة، شايفين المحمرة اللي عنا مقزرفة؟ شايفين لونها؟ هلا بنجيبها، بنجيب معلقة هيك وبنحطها وبنفردها على القرص، شايفين؟ بهي الطريقة. طبعا ما بنقرب كتير على الأطراف، بهي الطريقة. كمان بدنا شوي بنحط شوي بهي الطريقة. هلا من هيك تمام، شايفين ما أحلى القرص. هلا بنجيب الجبنة وبنبلش بنحط عليه هيك، منرشرشون هيك عليه بهي الطريقة، شايفين كيف؟ وخلص بنقيمه هيك من اطراف شوي شوي بحذر، بنقيمه وبنحطه بقلب الصينية، شايفين كيف؟ شايفين ما احلاهم؟ هلا هيك كافي يعني، بنساوي الباقي نفس الشي. يا عيني يا عيني، شايفين ما احلى منظرهم؟ مثل يلي منجيبهم من المحلات، شايفين وشن وراهم؟ يعني كتير كتير طالعين ظابطين وناجحين وطيبين، شايفين؟ يا عيني. وقت يعني 5 دقايق كل وجبة. لازم يكون الفرن محمى على حرارة 180 قبل بساعة. عفوا على حرارة أعلى حرارة قبل بساعة، وهيك بتطلع معكم النتيجة. بتمنى تجربوا الوصفة. كان معكم الشيف نانا، بحبكم كتير.